نادي الزمالك فاز على مودرن فيوتشر 2-1 في مباراة قوية جدا في الشوط الأولاني من نادي الزمالك، متوسطة المستوى في الشوط الثاني، لأن مودرن كان واقف على رجله الشوط الثاني وكان كويس. بس اللي أنا عايز أقوله عشان ده الحق إن نادي الزمالك السنة دي مختلف تماما عن أي سنة تانية. نادي الزمالك السنة دي عارف هو عايز إيه وبيعمل إيه، وبصراحة اللي عاجبني في نادي الزمالك هو جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، لأنه عارف يقفل على فرقته، مفيش كلام كتير. الميزه الوحيده اللي عاملينها في نادي الزمالك ان معرفين اللعيبه الجديده مع اللعيبه القديمه قيمه نادي الزمالك وقيمه جمهور نادي الزمالك، وده بان جدا في الهدف الاولاني بتاع خوان الفينا اللي من كتر فرحته بالهدف راح احتفل مع الجمهور كانه اول هدف يجيبه في حياته. ودي تبين قد ايه الراجل ده عارف هو بيلعب فين وجمهوره مين. الزمالك بقى عنده نزعة هجومية قوية جدا جدا، واقف على رجله، رجع لكورته الجميلة، بقى بيعرف يلعب لمسة ولمسة ولعبة، وبيعرف يغير اتجاهات الملعب. الزمالك السنة دي مختلف، واللي أنا عايز أقوله كمان استنوا شوية على الزمالك ده يلعب 7-8 ماتشات والزمالك ده هيبقى في حتة تانية خالص. الزمالك بعد المكسب ده قدر إن هو بياخد صدارة المجموعة مع المصري ب7 نقط من 3 ماتشات. السبب الرئيسي في مكسب الزمالك بعيد عن نص الملعب وخط الهجوم القوي والهدف اللي جابه خوان الفينا والهدف اللي جابه شيكو بانزا ان الزمالك عنده باكين على الاطراف اقوياء جدا جدا، عارفين هما بيعملوا ايه، عارفين يتمركزوا في الملعب، عارفين يغطوا التغطيات العكسيه. انا بتكلم على بنتايك وعمر جابر. بنتايك لعيب كويس وجامد في ناحيته، لكن بصراحة بقى اللي مش واخد حقه في مصر كلها هو عمر جابر، باك رايت 33 سنة زي الكتاب ما بيقول، ولا كلمة ولا نفس ولا تسمع عنه حاجة ولا تجديداته حاجة. قائد هو كابتن النادي الزمالك ولا بيتكلم. انا ما سمعتش حاجة عن عمر جابر، واقف هجوميا قوي، دفاعيا قوي، واقف على رجله، ما بيترقصش بسهولة، غلطاته قليلة جدا ومحدش بيتكلم عنه. هو امتى الاعلام المصري كله هيدي عمر جابر ده حقه؟ امتى المنتخب المصري هيبص على عمر جابر ويديله حقه؟ انا اللي عايز اقوله ان عمر جابر 33 سنة مش واخد حقه، لازم يتبصله شوية من كابتن حسام حسن. ده انت يا كابتن حسام كنت بتلعب في منتخب مصر وانت عندك 40 سنة وجبت جون كمان في الكونغو. بص لعمر جابر لانه يستحق الاشادة والتقدير. الراجل ده كان بقاله 3 سنين شايل الزمالك على كتفه وبيجري بيه مع زيزو، وللاسف زيزو اللي كان واخد اللقطه، مع ان عمر جابر باك رايت محترم وكبير. لازم يا جماعه ندي الراجل ده حقه وندي بنتايك حقه، لان بنتايك الكور العاليه طالع واخدها، لعيب راجل، كروس اوفر محترم، تغطيه عكسيه محترم، قوي، جريندا، بيدافع. وعمر جابر لازم ياخد حقه شويه من الاعلاميين في مصر، اهلاويه وزملكاويه، ومن نادي الزمالك ومن منتخب مصر. انا مبسوط لفرح جمهور نادي الزمالك وان هو في المدرجات جمهور مثالي ومحترم. يعني البصمات باينه، بصمه جون ادوارد باينه، المدير الفني فيريرا بصمته باينه. بعد 8 اسابيع من دلوقتي الزمالك محدش عارف يقف قدامه. الزمالك فرقه قويه ومحترمه بلاعيبته اللي عرفت هي بتلعب فين، قديم وجديد، وبجمهوره الكبير. بالتوفيق لكل فرق الدوري الممتاز، ومبروك للزمالك 3 بونت مودرن يستحقوهم. وكمان عايز اقول ان مش شرط حد عشان كسب حد يبقى ده اقوى من ده، او لو حد معرفش يكسب فده اضعف من ده. كل ماتش وليه ظروفه، وهنشوف الدوري هيوصلنا لفين، لان غالبا الدوري ده فيه مفاجآت كتير وكل الفرق هتقع في ماتشات كتير. سلام.